السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي بي سوريا، وكنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو اليوم غنوريكم الطريقة ديال هاد الكريسات ديال البطاطا اللي كنسميوها إما بطاطا محكوكة أو بطاطا مشعكة أو عشيشة البطاطا، كل واحد شنو كيسميهم. هي كتكون على شكل كريسات وكيتقلاو في الزيت، المذاق ديالهم رائع جدا، ممكن تاكلهم يا سخونين يا باردين، تقدميهم مع اي اكل تقدي تقدميهم، وممكن ديري بهم حتى كاسكروط وتزيدي عليه لا غارنيتور اللي كنزيدو في لي كاسكروط. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو لذاذ وهشاش، شي حاجه اللي ما تشبعوش منها وكتوجد في وقت قياسي. فغنمروا لطريقه التجهيز ديالها. غناخدو بطاطا بعدد الاشخاص اللي عندنا في المنزل، غنقشروها ونحكوها في الحكاكه ديال المطيشه، الحكاكه المعروفه. فكنحكوها على هذا الشكل التالي. اللي عنده الروبو ممكن يستعمل الروبو، انا هو اللي استعملت فكيسهل عليا المأموريه. من بعد نقبض هاد البطاطا هذه المحكوكه ونستقطرها مع داك الماء الناشا. غادي نشد هذيك البطاطا اللي استقطرات ونضيف ليها الملحه، الابزار، الخرقوم، بيضه والمعدنوس. اختياري، بغيتي دير المعدنوس ديرو، ما بغيتيش ديرو ما ديروش، لان كاينين اللي ما كيبغيش، مي انا كنديرو كيعطي مذاق زوين. غنخلط هاد المكونات كامله فيما بعضها البعض باش تجانس. البيض كنديرو على حسب كميه البطاطا اللي حنا استعملتيو كميه كبيره على حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار كتزيدوا بيضه واحده اخرى، وهكذا. كنخلط هاد المكونات فيما بعضها البعض باش تجانس ويدخل لها البيض وباش تشد راسها. اون فوا كتشد راسها كنقبض مقله كندير فيها الزيت باش تسخن، وكنبدا نوجد كويرات صغارين كما كتشوفوني دابا كنوجدهم، وكنستقطرهم شويه من الماء ديال النشا ديال البطاطا وكنديرهم في ديك الزيت. كنخليهم يقبطوا راسهم شي شويه، ومن بعد كنقبض واحد الفرشيطه وكنبقى كنبسطها شي شويه باش تاخد واحد لا فورم دائريه وباش يدخلها الطياب مزيان. كنبقى معاها حتى تتسالي الكميه كامله. اون فوا كنحس بها طابت من التحت كنقلبها على الجهه الاخرى حتى تطيب مزيان. كنبقى مع الكميه كامله اللي عندي تتنساليها. وها هي وجدات، كتوجد في واحد الوقت قياسي. المذاق لذيذه يبغيوها الكبار والصغار. ممكن تقدموها مع اي اكل نتوما كتقدموه في الغداء او العشاء. ممكن ديروها حتى بلي كاسكروط كتجي لذيذه، وكيف قلت لكم راك ممكن تسخن، يعني حتى لو بردات ممكن تسخن او تاكليها بارده، يعني شي حاجه اللي ما تشبعوش منها. كنتمنى نكون فدتكم بهذه الوصفه الخفيفه الظريفه، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.